السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وتكونوا في صحه جيده يا ربي. اليوم غادي نوجد معكم العسل بواحد الطريقه صحيه وسهله وبسيطه، بلا حبوباتاي بلا والو. مكونات بساط وكيجي رائع وصحي في نفس الوقت، وواحد الطريقه سهله. غادي نحتاجو لهاد العسل هذا. عندي هنايا قالب ديال السكر، عندي هنايا 2 عويدات ديال القرفه، عندي حامضة كاملة، وهنايا عندي الخروب. نتوما كتعرفوا الفوائد ديال الخروب. علاش كنقول لكم؟ راه كيجي بواحد الطريقه صحيه، كيجي رائع غزال، وفيه واحد المذاق بحال الزمزامي. كيجي واحد هذاك الخروب كيعطي واحد المذاق رائع رائع بزاف. هنايا كناخذ السكر كنهرسو على هذا الشكل اللي شفتو معايا، غير باش يسهل عليا باش نحطو في الطنجره. وهنايا انا راه درت الماء كيطيب، درت ايطرو وربع ديال الماء، ايطرو وربع، ودرتو كيطيب. من بعد ما كنهرس السكر كنحطو في الطنجره. غادي ناخد هنا الخروب، غادي نحاول نقطعوه هكا على جوج، اولا كنحاولوا بحال اللي نهرسوه غير شويه بشي دكاك هكا. كندكوه غير شويه، ماشي ندكوه نطحنوه، غير هكا باش كيرطب وكنحلوه باش كيتحل على بسهوله. كنحاولوا اننا نقسموه على جوج هكا باش كاع الفوائد ديالو كيخرجوا في داك العسل، وكيجي العسل صحي. وكنديروه هاد البذور ديالو، هادشي ما كنحيدو منه حتى شي حاجه، غير كنقطعوه اولا كندقوه شويه باش كيسهل علينا باش نهرسوه. صافي كنقطعوا ديك الحامضه اللي عندنا، كنقطعوها شرائح على هاد الشكل اللي شفتوا معايا. وكنقسموا هذاك الخروب. الخروب كيمكن لكم ديروا الكميه اللي بغيتو، قد ما درتو كميه اكثر قد ما تيكون حسن. كان عندكم اللي متوفر عندكم غير شويه حتى هو، واخا غير كميه قليله، راه كيعطي واحد المذاق رائع لهذا العسل. كيف ما كنقول لكم كيجي بحال العسل الحر، كيجي فيه واحد المذاق بحال العسل الحر. بعد ما كيطيب داك الايطرو وربع ديال الماء كيطيب، عاد كنخويوه هنايا على السكر باش كيذوب لينا السكر بسهوله. كيفما شفتوا قطعنا الحامض شرائح، عويدات القرفه والخروب. صافي غير هاد المكونات، ما كنديروا لا حبوباتاي لا حتى شي حاجه. كيجي واحد اللون غزال، كيجي اللون ديالو احمر وكيجي غزال، والمذاق كيجي رائع. صافي وكنسد عليه هنايا. عندي ساعه الا ربع، ساعه الا ربع كنسد عليه الكوكوط. ومن بعد ما كدوز ساعه الا ربع كنحل عليه. انا من بعد ما حليت عليه هنايا كتشوفوا معايا هادوك الشرائح ديال الحامض راه كيبانوا لينا مازال بيضين. كنخليوهم حتى كيوليو هادوك الشرائح ديال الحامض كيوليو بحال اللي كيتحمروا معانا شويه. هادوك الشرائح اللي عندنا ديال الحامض هنا كنعرفوا العسل راه وجد. انا هنايا مازال ما وصلش للختوريه اللي بغيت، داز ساعه الا ربع، ولكن هنا مازال خاصو شويه. كيمكن لكم لا بغيتوا العسل خاتر باش ديروه المعسلات ولا هذا، كتسدوه كتخليوه ساعه، ساعه كامله. ولكن هنا البوطه كتكون مهيله، تتكون هنايا شمعه، تتكون البوطه مهيله بزاف. من بعد ما كدور الكوكوط كنمهلو عليها بزاف. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، انا راه خليته حتى كيوصل للتقوليه اللي بغيت انا، حتى كيتقال العسل. ومن بعد ما كيوصل لهذاك التقوليه اللي بغيت، وكيف ما قلت لكم هذوك الشرائح ديال الحامض كيوليو محمرين، عاد كنطفي عليه وكنخليه شويه باش كيبرد. انا هنا ما عنديش الوقت باش نخليه بزاف تيبرد، غير طفيت عليه غير شويه وصفيتو. نتوما كتخليوه حتى كيبرد، ما حدو هو كيبرد وهو كيتقال. انا هنا راه مازال سخون كيف ما قلت لكم، هنايا صورت وهو مازال سخون شويه، حيت كتخليوه هو كيبقى ما حدو هو يبرد وهو يتقال. وإلا بغيتو ديروه للمعسلات كيف ما قلت لكم، من الأحسن أنكم ديروه ثقيل. بغيتوه هكا غير الأكل ولا البغرير ولا هذا، راه كيجي غزال، كيجي واحد المذاق رائع. على داك الخروب اللي كنديرو كيعطيه واحد المذاق رائع بحال العسل الحر. كيجي فيه واحد المذاق بحال العسل الحر، غتجربوه ان شاء الله وغتعرفوا. راه هو كيجي غزال غزال بزاف. وهنايا كيمكن ديروه في جميع المعسلات الاكل. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه، لانني اكيد غتنال الاعجاب ديالكم، وبصحه والراحه.